السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة الخشاف. مكوناته عبارة عن بلح مقطعينه، ومشمشية، قراصية، زبيب، تين، جوز هند. في ناس بتحب تحط مكسرات من بندق، لوز، فول سوداني. بس انا مش بحب الحاجات اللي هي زي البندق واللوز والفول السوداني يتحط مع الخشاف. بفضل الحاجات اللي هي اللينة الطرية، زي مش المشمشية والبلح والتين والقراصية، وقليل من جوز الهند. احنا جبنا كده المكونات دي وقطعناها كويس قطع صغيرة، وغسلناها، شطفناها وغسلناها كويس. وبعد كده هنجيب معلقتين جوز هند، ونضيف شوية مية. وفي ناس بتضيف لبن، وفي ناس بتحط نص لبن ونص مية. التحلية دي على حسب بقى الحاجة، كل واحد وحسب. في ناس ممكن تحليه بالعسل الأبيض، في ناس ممكن تكتفي بتحلية ال- البلح والمشمشية والتين. وفي ناس ممكن تحليه بسكر، وفي ناس بتضيف لبن، وفي ناس بتضيف لبن على مية، وفي ناس بتضيف مية. بس كده أصبح الخشاف جاهز، وهنحطه في التلاجة عشان الفطار. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. من فضلكم لو لسه معانا لحد دلوقتي، ممكن تفعلوا لنا زر الجرس والاشتراك عشان خاطر يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين.